وبتخلص الحكايه الثالثه من مسلسل ما ترى ليس كما يبدو. هل خيبت توقعاتنا زي الحكايه اللي فاتت ولا رجعتنا لقوه الحكايه الاولى؟ الحكايه الثالثه اللي باسم انت وحدك، بطولة طارق عماد، عمرو جمال، وفاء صادق، بسمة داوود، اللي من إخراج جمال خزيم وتأليف محمد حجاب. طبعا دول اللي اشتغلوا الحكايه الاولى اللي هي فلاش باك واللي كانت مكسره الدنيا، شابوه جدا ليه. ومن غير اي مقدمات كتير، الحكايه دي كانت اقوى حكايه في المسلسل كله، بجد شابوه لكل صناع العمل. يلا بينا نبدا الفكره بس من غير اي حاجه. واحده بتكتب كل التاسكات اللي وراها على الواتس، فجاه بتلاقي نفسها تايبنج من غير ما تكتب هي اي حاجه، عشان فجاه بنلاقي ان بيجي لها مسجات غريبه عباره عن كلمه واحده بس بتتبعت وبتتمسح لوحدها، وبعد كده بنلاقي ان الكلمه دي بتتحقق بالظبط. في الاول الموضوع بيبان على انه تحذيرات من حاجات لسه هتحصل في المستقبل، بس بعد كده بنلاقي ان الموضوع اتطور وتحول لتهديدات. يا ترى مين اللي ورا كل ده؟ وبكده نكون قلنا الفكره من غير اي حرق. لو انت لسه ما اتفرجتش روح اتفرج دلوقتي حالا، ده ترشيح مني، مسلسل جامد فشخ. اتفرج وتعالى نسمع الايجابيات والسلبيات. هنبدا طبعا بالايجابيات اللي هي كتير قوي بصراحه. اول ايجابيه معانا ان الاحداث موجوده كتير قوي. المسلسل مش قايم عن ان انت مستني النهايه وبس او تعرف مين اللي ورا كل ده، المسلسل مليان احداث تخليك تكمل حلقه ورا الثانيه. عشان كده بنلاقي ان مع تقدم الاحداث التوتر بيزيد اكتر واكتر. تاني ايجابيه معانا ان الاجواء مرعبه، مش رعب مباشر صحيح، بس جو قلق وتوتر. طبعا هنا الكاميرا بتلعب دور كبير جدا، فانت دايما بتخليك حاسس ان في حاجه غامضه طول الوقت، فشابوه للمخرج تاني. نيجي للايجابيه الثالثه وهي من اهم الايجابيات، النهايه هنا جامده قوي، مظبوطه بالشعره، تقدر تقول هي ادق وصف لما تراه ليس كما يبدو. النهايه طبعا انها طلعت في الاخر ام البطل، وكل دي هلاوس بتحصل بسبب مرض اسمه الذهان. ربط الاحداث جامد قوي يا جماعه. في حاجه قطعت عليها بصراحه كده في الحلقه الثالثه تقريبا، في الثالثه كان مشهد لما نهى قالت لها لازم تروح تعالجي وتروح عند دكتور. هي المفروض راحت لدكتور ولقيته قافل، طلعت لقيت سليم في وشها. طبعا نهى المفروض انها ما قالتش لسليم ان ساره رايحه للدكتور ده، وهو اكيد مش بيراقبها كل ده، فيعني المشهد كأن بيلمح لك ان في حاجه مش مظبوطه، مش طبيعي خالص ان هيروح يراقبها كل ده ويطلع وراها. فحسيت ان من هنا في بلوت تويست بيتحضر. في ايجابيه على الجنب كده يا جماعه، هي بصراحه صايعه قوي، ان مهما كانت الاحداث بالنسبه لك غريبه، زي ان ازاي بترن على نفسها، طب ايه ده باشا، هو حاطط لك كل ده تحت مسمى واحد، هي بتهلوس. يعني لو شفت انها بتطير الموضوع منطقي، هي واحده بتهلوس، فهو ما زنقش نفسه لاي حاجه بصراحه. وفي نكشه كده يا جدعان، المخرج نكشها لنا من تحت لتحت كده، اللي هو الواد اللي هي مش طايقاه ده اسمه سليم، وبيركز لك على اسمها في الوسط، ساره سليم، فاهم، بيتكلك على الاسم قوي، اللي هو خد بالك ان في حاجه. بجد والله. وراحت متكيالي على السين. ايه اتكت على السين؟ تخيل، عارف يعني ايه؟ لا. ونيجي هنا للنقطه الرابعه في الايجابيات، الاداء التمثيلي. لو جينا نشوف الثلاث حكايات، مين احسن بطل في الثلاثه؟ اللي هم احمد خالد صالح، هنادي مهنا، طارق عماد. بلا اي شك طارق عماد افضل اداء تمثيلي في الثلاثه. طارق عماد اللي كان ادائها التمثيلي فارق جدا عن البطلين بتوع القصه اللي فاتوا، دور جميل جدا عليها وراكب عليها صح. نيجي لبسمه داوود اللي هي كانت عامله دور نهى، انا بحبها بصراحه، وكانت عامله دور زي العسل. انا بحبها من وقت ملوك الجدعنه لما كانت طالعه مصطفى شعبان بيحبها. والله يا اسطى وانا كمان بحبها يعني. لا استنى لا هتشوفها استنى النبي. استنى النبي. نيجي للسلبيات اللي هي بصراحه يعني ما تعتبرش سلبيات بالمعنى الحرفي، يعني حاجات بسيطه كده من على الوش. اول سلبيه مثلا مسجات الواتس اللي كانت بتتبعت لها، زي مسج ضلمه، مسج نار، وتحديدا مسج نار دي كان المفروض في رايي ان في الاخر يربط لك ان المسجات دي مرتبطه بحاجه حصلت لها وهي صغيره. يعني مثلا النار دي ان هي فعلا راحت حفله واتعرضت لنار، حصل حريقه، يربط لك ده بده. هو ما وضحش قوي الموضوع ده، بس بصراحه يعني مش حاجه نمسك فيها قوي. تاني سلبيه بصراحه هو مكياج طارق عماد بعد ما كبرت. يعني كنتوا تعملوا ايه يا جدعان احسن من كده؟ الموضوع شكله مضحك يعني بصراحه، وخصوصا ان هي مش شكل ام، يعني هي دي شكل جده، واحده 85 86 سنه، الموضوع مش راكب خالص ان دي ام. حاجه كمان برضو الممثل عمرو جمال، هو الاداء كان كويس بصراحه، ما اقدرش اقول حاجه، بس في طريقه كلامه كده سيكه تلزيق مش مبرره. بس الموضوع يعني مش بشع، مش اللي هو هقعد اقول ان انا مش قادر اتفرج، لا تعدي بصراحه. قبل التقييم النهائي لو حابين نرشح لكم حاجه نفس الجو الغموض ده كده مع بلوت تويست مفيش زيه، برشح لكم طبعا فيلم شاتر ايلاند، ليوناردو دي كابريو، اخراج مارتن سكورسيزي. انا وقفت. عايز ايه طيب؟ ونيجي للتقييم النهائي، تقييمي للحكايه الثالثه من مسلسل ما ترى ليس كما يبدو هو 9/10.
المسلسل جامد فشخ يا جماعه، اللي اي حد ما اتفرجش يخش يتفرج. انت لو ما اتفرجتش المفروض ما تسمعش الحاجه، بس خش تتفرج هتستمتع برضه. وكده يبقى خلصنا حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك، لو مش مشترك تشترك، تفعل زر الجرس. بص في الديسكربشن على الحاجات الحلوه، تيك توك الناس بتنزل ترشيحات وحاجات زي الفل كده. سلام. لا دي حلقه حلوه بصراحه.